وبيحضر ناس كتير قوي قوي، وفيها ممثلين وفيها شخصيات مهمه قوي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. انا اسمي سما، لو اول مره تشوفوني ان شاء الله الفيديو ده تلاقوا ان هو مفيد جدا بالنسبه لكم، تتفرجوا على بقيه الفيديوز وتعجبكم. مبدئيا ده بجد فيديو قريب من قلبي قوي قوي. ليه؟ لان انا حاسه بفايبس كده حلوه واجواء حلوه. وهي ايه بقى؟ هي ان خلاص فاضل 3 شهور على السنه وتخلص. الواحد بقى بيبدا يراجع كده حساباته. طب هل الخطط والحاجات اللي هو كان حاططها في اول السنه في اخر 2024 وبدايه 25 هل اتحققت جزء منها ولا ما اتحققتش اصلا ولا اتحققت كلها؟ فالواحد بيبقى ايموشنال شويه في الحته دي. فانا عايزه اقول لكم بجد ان عادي لسه قدامنا فرصه، فاضل لنا 3 شهور بحالهم، يعني يعتبر ربع سنه. فبجد قدامنا فرصه كبيره قوي قوي ان احنا نعمل حاجات كتير قوي من اللي احنا كنا عايزين نعملها. وحتى لو انتوا خلاص مش قادرين نفسيا ان انتوا تعملوا الاهداف الكبيره اللي انتوا كنتوا حاطينها للسنه دي، ممكن عادي خالص ما تعملوهاش، تستنوا للسنه الجايه. بس يكون الثلاث شهور الجايين دول يعني استعداد كده نفسي وتجربه حاجات بسيطه ولذيذه، ممكن بجد تفيدكم قوي قوي وتنفع نفسيتكم عشان تبداوا تجهزوا للسنه الجديده باقصى حاجه عندكم. اول حاجه هاتوا ورقه وقلم، يعني انا برضو معايا النوته بتاعتي والقلم، وهنكتب فيها كل حاجه نقدر عليها النهارده عشان نبقى كده جاهزين يعني، وكل حاجه مكتوبه وما نبقاش حاسين ان احنا تايهين. فاول حاجه بس عايزه اقولها لكم ان الفيديو ده هيتقسم على 4 حاجات. اول حاجه تطوير الذات، تاني حاجه الشغل والفلوس، تالت حاجة الراحة النفسية والنضج والنفسية وازاي نهتم بيها اكتر، رابع حاجة بقى ودي للمتعة والتجارب الجديدة والحاجات الفاني اللذيذة. خلينا نبدأ بتطوير الذات. اول حاجة يعني خدي 3 حاجات، 3 مهارات انت عايزه تنميهم عندك، 3 مهارات شايفه ان سوق العمل عايزهم قوي، شايفه فعلا انك محتاجه تنميهم عندك. وابدأي خدي فيها حاجه واحده واحده، مش لازم اللي هو تطحني نفسك، ولازم يبقى طول اليوم عندك مثلا الهدف ده، وان انت مثلا بتطوري الانجليش بتاعك او بتكتسبي مهاره معينه وما بيبقاش وراكي غير ده. لا خالص، انت هتنقنقي فيهم كده بشكل بسيط، بس تكوني برضو قدمتي فيهم خطوه كويسه لحد بدايه السنه ما تيجي. تاني حاجه وهي انك تقري كتابين على الاقل في مجالين مختلفين خالص. يعني مثلا لو انت شوفي اكتر مجال بتحبيه ايه، لو مثلا مجال ده نقول ان هو حاجه ليها علاقه بعلم النفس وكده، لذيذ قوي، خدي كتاب ليه علاقه بعلم النفس، وكتاب تاني بقى تبقى روايه كده لذيذه ومثلا حاجه كده كوميدي لايت خفيفه. دي مع دي هيحسسوكي ان انت يعني في حاجتين كده مختلفين قوي، مش هيخلوكي تملي او تزهقي. تالت حاجه وهي انك تختاري 3 عادات سلبيه تشتغلي عليهم لحد نهايه السنه. احنا عندنا كل واحد عنده اكيد حاجات فيه بتضايقه، عنده عادات شايفها ان هي مش اصح حاجه، سواء بقى اي حاجه، سواء مثلا سوشيال ميديا، سواء حاجه في شخصيتكم معينه انتوا عايزين تحسنوها. فاختاري 3 عادات بجد هم مضايقينك جدا جدا من نفسك، وحاولي انك تغيريهم بالتوازي. يعني مش اللي هو تمسكي عاده شهر مثلا وتسيبيها وتبداي على العاده الثانيه الشهر الثاني لحد ال3 شهور ما يخلصوا، لا، امشي عليهم بالتوازي. يعني اعمليهم ال3 في نفس الوقت. لو حاجه تنظيم الوقت، فان انت تكوني ماشيه يومك تحاولي تنظمي وقتك على قد ما تقدري. تكون مثلا العاده الثانيه انك تاكلي اكل صحي، العاده الثالثه انك تقللي التليفون. اعمليهم هما ال3 مع بعض، بس في نفس الوقت اي حاجه هقولها ما تعمليش اللي هي تحملي يعني تبقى ضغطه قوي قوي على نفسيتك لدرجه انك تبقي متوتره وعايزه تعملي كل حاجه مع بعض في نفس الوقت وبسرعه ويعني 100% صح. لا لا، مش قصدي كده خالص، خديهم كده يعني زي ما قلت لك، نقي فيهم واحده واحده لحد بدايه السنه الجديده ما تيجي. رابع حاجه وهي حاجه لذيذه موت بجد يا جماعه، انا بحب اعملها كتير قوي، وهي ان انا اكتب مثلا كده في النوته بتاعتي انا عايزه ايه كمان سنه وانا ايه دلوقتي. يعني مثلا دلوقتي انا دلوقتي سما بعمل كذا، ومثلا بصحى او في الميعاد الفلاني، او بعمل كذا، بعمل حاجات مثلا مش بتعجبني. يعني كل حاجه ايجابيه اكتبيها، وكل حاجه سلبيه برضو اكتبيها. اكتبي كل حاجه يعني زي ما قلت لك انا دلوقتي ايه، وبعد سنه انا حابه اشوف نفسي ايه واكون بعمل ايه. وطبعا تكون حاجات كتير قوي متصلحه من اللي انت بتعمليها دلوقتي. وهاتي الورقه دي بجد بعد نهايه السنه، هيبقى احساس في منتهى الجمال لو انت فعلا يعني حققتي جزء كبير من اللي انت كنت عايزاه، او حتى لو ما حققتيش، بس هو فكره انك تكتبي ده هيخليكي اصلا تحققي جزء كبير منه، وبجد بجد على ضمانتي. يعني انا كنت في اول 2025 كنت كاتبه ان انا عايزه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وابدا كذا وكذا حاجه، يعني حاجات كتير قوي. طبعا في حاجات لسه مش هتحقق دلوقتي، يعني مثلا ممكن تاخد شويه وقت قبل ما تحقق. انا مش متضايقه خالص، وبالعكس مش بجلد نفسي اللي هو لا انت لازم كنت تعملي كذا او كده، لا بالعكس خالص. في حاجات تانية بجد انا فخوره بنفسي جدا جدا ان انا بداتها او بدات اعملها، او حاجات اتغيرت في شخصيتي، او بجد حاجات اتحققت لمجرد ان انا كنت كاتباها في اول السنه. النقطه الخامسه وهي يا جماعه اكتبوا كتير قوي قوي قوي. اكتبوا كل حاجه، سواء حاجه تافهه، حاجه مهمه جدا، اي حاجه انتوا حاسين بيها، حاجه شعور وحش قوي انتوا حاسين بيه اكتبوه بمنتهى التفاصيل. لو حاجه برضو كويسه انتوا حاسين بيها اكتبوها، لان بجد انتوا مش متخيلين الكتابه بتساعد قد ايه
سواء لو انتوا هتكتبوا اهدافكم بتساعد قد ايه ان الاهداف دي تتحقق، او لو انتوا بتكتبوا شعور وحش حسيتوه برضو بتساعد قوي 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 ان الشعور ده تخلصوا منه في وقت كده بسرعه، واللي هو خلاص انتوا كانكم كتبتوه دلقتوه ونفضتوه من دماغكم وخلاص بقى يلا نشوف بقى اللي بعده ايه. فبجد يا جماعه اكتبوا كل حاجه، وبجد حاجه بجد بتحسن شخصيتكم جدا جدا. انا عارفه ان انا بقول بجد كتير بس بجد والله العظيم عن تجربه، يعني الكتابه دي حلت لي حاجات كتير قوي قوي وخلت شخصيتي تتحسن كتير قوي. وكمان الناس بدات تاخد بالها من الموضوع ده، واللي هو لا عارفين مثلا سما ليها شخصيه معينه بحاجات معينه مش بتتنازل عنها، يعني حاجات كده بيبقى اتيتيود للبني ادم او بتبقى فايبس كده حواليه، بيبقى الناس عارفين ان سما دي ايه او سما دي عايزه ايه او سما دي هتوصل لايه. كل ده ليه؟ عشان يعني بنسبه كبيره بكتب كل حاجه انا عايزاها وببقى عارفه انا هعمل ايه منهم الفتره الجايه وايه اللي لسه هيتاجل شويه وايه اللي اتعمل. فبجد يا جماعه اكتبوا، الموضوع هيفرق معاكم جدا. سادس حاجه وهي احضري ندوه او ورشه في اي حاجه انت بتحبيها. يعني مثلا مهما كنت المدينه اللي انت قاعده فيها في اي حته، كل حته دلوقتي في مصر ايا كانت هي فين بجد بتعمل ندوات وبتعمل ورش لحاجات كتير قوي. انت بس اللي مش بتدوري او يعني مش بيجيلك المعلومه بشكل سريع كده. فبجد دوري عليها، وفي حاجات كتير قوي قوي بتفيد. يعني مثلا زي دلوقتي في اسكندريه شغال اللي هو تكني، مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا. تكني ده بتبقى يعني زي كده مؤتمر كبير قوي بيستضيفوا فيه ناس ناجحه جدا جدا، ناس بجد يا جماعه بالهبل، ناس في كل المجالات، ناس كتير كتير فوق ما تتخيلوا، وفيها ممثلين وفيها شخصيات مهمه قوي بيحضروا. فالحاجات دي بجد دوروا عليها، هي مش في اسكندريه بس، هي بجد بتتعمل في القاهره كمان، بس ليها وقت معين في السنه، بتبقى غالبا في اخر 9 اول 10 كده. فبجد اهتموا قوي قوي بالحاجات دي وانزلوها لان هي هتفرق في شخصيتكم كتير جدا. سابع حاجه وهي علمي حد اصغر منك حاجه انت بتحبيها. الموضوع ده بجد بيبقى لذيذ قوي، وبتحسي نفسك بقى اللي انت كده بروفيشنال في حاجه، او ان انت فعلا بتبقي فاهمه في حاجه او عارفه فيها كويس قوي لما بتتكلمي مع حد اصغر منك فيها، وهو كمان بيستفاد، وبيبقوا قاعدين كده منتبهين قوي انت عايزين تقولي ايه، لان انت مثلا بتبقي اكبر منهم في السن فبيبقوا بجد عايزين يستفادوا منك فبيقعدوا يسمعوا، فانت بجد هتحسي باحساس لذيذ قوي. فاعملي كده. تاني ديبارتمنت وهو الفلوس والشغل وتعملي ايه، او يعني ايه الحاجات اللي ممكن فعلا تفيدك في مجالك وتعمليها. اول حاجه فيها وانك تكتبي انت عايزه تحوشي كام في خلال قد ايه. يعني مثلا ال3 شهور الجايين دول انا عايزه احوش مبلغ كذا. لو انت مثلا بتاخدي مصروفك او لو بتشتغلي او اي حاجه بيجيلك فلوس، حوشي بجد منها. مش هقولك حوشيها كلها لان محدش بيعرف يحوش الفلوس كلها، بس بجد شوفي جزء معين منها ووصلي لنهايه السنه دي. خلال ال3 شهور دول انا معايا مثلا مبلغ معين هعمل بيهم حاجه، استثمر فيهم في نفسي اكتر، هاخد مثلا كورس او شوفي انت حابه ايه بالظبط واعمليه. وبجد الموضوع ده يا جماعه هيحسسكم ان انتوا بتعملوا حاجه، وحاجه بجد بتبقى مفيده قوي. تاني حاجه وهي راجعي مصاريفك الزياده. يعني مثلا مش يبقى عندك سكين كير مثلا وكل الحاجات لسه فيها، بس انت عايزه تجربي حاجات جديده، فالحاجات اللي قبليها ما تبقيش استخدمتيها كتير وتقومي رمياها وجايبه حاجات جديده وهكذا، تقعدي تزودي وفي الاخر تصرفي فلوس بجد كتير قوي على الفاضي. لا يعني انت مثلا اعملي بينك وبين نفسك اللي هو انا مش هصرف اي حاجه غير لما الحاجه اللي عندي تخلص، او مش هصرف في حاجات تافهه كتير. يعني عارفين ممكن حتى بالنسبه لكم حاجه تبقى بالنسبه لكم بجد اساسيه جدا جدا وبالنسبه للناس كلها تافهه، بس بتبقى بالنسبه لكم اساسيه. لو هي اساسيه بالنسبه لكم وانتوا فعلا بتفيدكم، خلاص هاتوها مالكوش دعوه بالناس. بس انا قصدي ان بجد الحاجات اللي ملهاش لازمه حاولوا تخلصوا منها وحاولوا ما تصرفوش فلوس كتير فيها. تالت حاجه وهي حاولي اعملي لينكد ان بروفايل ليكي وتبداي تظبطيه وتبداي تشوفي يعني ده بيقول ايه او بيشتغل ازاي، وتبداي بقى تنزلي لو انت مثلا عندك حاجات معينه عملتيها في فتره الكليه او في اي حاجه عملتيها، ابداي نزلي صور ليها واتكلمي عنها. وبجد من تجربه ناس كتير قوي الموضوع ده فعلا مفيد وبيقدروا ان هم يلاقوا من عليه شغل كتير جدا. رابع حاجه وهي ابداي خدي خطوه، حتى لو الخطوه دي سيرش بس بسيط لمشروع انت عايز تعمليه. لو مثلا عندك براند عايز تعمليه او اي حاجه عايز تعمليها، خدي خطوه ان هي تبقى سيرش بس، تبقى الاماكن اللي ممكن تجيبي منها الحاجه او المصنع اللي هتصنعي فيه الحاجه او حتى الشكل الفايبس بتاعت البراند او كل الحاجات دي. ابداي اعملي سيرش واكتبي كل الكلام ده عشان يبقى بجد عندك مرحله السيرش دي خلصت بطريقه متعمقه قوي وبطريقه بروفيشنال قوي، ان هي تقدر تفيدك انك في 2026 تبداي الحاجه بجد اللي انت عايزاها كده خلاص، ما يبقاش فاضلك غير الخطوات الفعليه فعلا انك تنفذيها. تالت ديبارتمنت بقى وهو الراحه النفسيه والنضج. ودي اكتر حاجه انا بحب اتكلم فيها لان انا شخصيه بتهتم قوي 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 بنفسيتها فوق ما تتوقعوا، وبتهتم بان هي لو في حاجات كده عارفين انتوا التحليلات النفسيه ده اللي بيعمل كده او انا ليه اتصرفت كده، الحاجات دي انا بهتم بيها قوي قوي عشان احسنها، وعشان لو حواليا بجد ناس توكسيك او ناس مالهمش لازمه يطلعوا من حياتي، واللي هو مش مهم انا مش عايزاكوا، اهم حاجه انا فين واهم حاجه نفسيتي فين. فلو جينا لاول نقطه فيها هقولك بجد يا جماعه بجد بجد عن تجربه قوي، اقطعي مع اي حد شايفاه توكسيك، اقطعي مع اي حد شايفاه ان هو بيضرك نفسيا.
ولو بيأذيكي نفسيا مش شرط يكون على فكره الناس دول ناس وحشين، او مش شرط يكونوا ناس كده اشرار قوي، لا مش لازم يكونوا ناس اشرار عشان تقطعي معاهم. ممكن يكونوا ناس يعني هم مجرد بيعملوا حاجات ناتجه مثلا عن تصرفات، يعني عن حاجات هم فيهم جواهم شخصيه من الطفوله مثلا، من اي حاجه وبيطلعوها عليكي انت. هم ممكن يكونوا مش واخدين بالهم من ده، بس مجرد ما انت واعيه وناضجه بده، فبجد يا جماعه لو حذرتوهم وما نفعش ده وما حسيتوش بجد ان تحذيركم جاي بفايده معاهم ومش بيتصرفوا او مش بيغيروا من نفسهم، اقطعوهم يا جماعه بجد. لان الناس دي زي يعني اقول لك ايه، سم بجد على حياتكم، ومش هيخليكم تتطوروا ومش هيخليكم تبقى احسن خالص خالص. بالعكس، هم عايزينكم في نفس الدايره معاهم، عايزينكم في نفس الفراغ ونفس الهبل ونفس التفاهه معاهم. فبجد على فكره انا عندي كلام كتير قوي في الموضوع ده، بس ممكن نبقى نعمل عليه حلقه عن العلاقات وازاي تتخطوا مثلا حاجه معينه، او ازاي تعرفوا الناس التوكسيك في حياتكم، سواء بقى اصحابكم او سواء علاقات ريليشن شيب او كده. ممكن بجد نبقى نعمل حلقه، لو انتوا عايزيني قولوا لي وانا اعملها ان شاء الله. بس المهم دلوقتي عقبال ما اعملها ان انتوا تشوفوا مين الناس التوكسيك اللي في حياتكم وتحاولوا يعني تنفذوهم من حياتكم باي طريقه. وده ينقلنا للنقطه اللي بعد كده، وهي ان انتي اعرفي قولي لا وتعلمي تقولي لا. يعني لو انت مثلا عندك حاجه مهمه قوي قوي بتعمليها هتفيدك في مستقبلك، او مثلا انت دلوقتي قاعده وبجد بتعملي حاجه اللي هو حاجه انت بتحبيها زائد ان هي بتفيدك، لو مثلا جه حد قال لك اقطعي الحاجه اللي انت بتعمليها دي دلوقتي عشان انا مثلا عندي مشكله ما، او عشان انا عايز اشتكي، مش اللي هو مشكله كبيره لا، يعني ساعتها تبداي تتصرفي. لا مش قصدي كده، لو حد عايز يشتكي، لو حد عايز اي حاجه، اللي هو لا، كلمه لا بجد مهمه جدا. لا انا عندي حاجه دلوقتي مهمه هعملها ولما اخلص هبدا اشوف. ومش لا في الموضوع ده بالذات، لا في اي حاجه، لا في حدودك. لا لو حد قدر او حد استجرأ ان هو يتخطى حدودك دي، او ان هو يعني يستباح كده ويبدا يعمل اي حاجه، بجد قولوا لا عليها. تالت حاجه في الموضوع ده، وهي ان انت تحاولي تخرجي مره واحده في الاسبوع على الاقل لوحدك. عارفه ان دي حاجه ممكن تبقى مجنونه، او اللي هو لا طبعا مستحيل اخرج لوحدي، بس يا جماعه صدقوني دي حاجه بتفرق قوي قوي قوي، وحاجه بتحسسكم ان انتوا يعني اللي هو لا انتوا فعلا قيمتكم كبيره قوي عند نفسكم، لدرجه ان انتوا قادرين تخرجوا معاها لوحدكم من غير ما تبقوا زهقانين، من غير ما تبقوا مالين. في الاول طبيعي ممكن تحسوا بشويه زهق وكده، بس لما تتعودوا على الموضوع ده وتبداوا فعلا تحسوا ان دي حاجه بتزودكم من جوه مش بتنقصكم، بجد هتحبوها قوي قوي. فبجد جربوها. رابع حاجه، وهي نقطه مهمه فوق ما تتخيلوا، كنت بعملها بجد في فتره وكانت بتفرق معايا جدا جدا وبتفيدني، وهي ديتوكس للسوشيال ميديا. يعني مثلا هاتي كده انستجرام، تيك توك، فيسبوك، الحاجات دي كلها امسحيها، شوفي اقصى مده تقدري تستحمليها امتى. لو انت فعلا مش بتقدري تستغني عنهم خالص، حاولي تخلي الموضوع مثلا يومين في الاول وتبداي تزوديهم. يعني انا اكتر مده قعدت فيها من غير الحاجات دي كانت شهر، بجد كانت يعني حاجه لذيذه قوي قوي، وفعلا فرقت قوي في نفسيتي. ولو بقى الوقت الضايع بدا يقل وبدات اذاكر احسن، فبجد اعملوا كده، لان الموضوع ده يعني كارثي. هو بنسبه كبيره قوي قوي، بنسبه 90% دي الحاجه اللي بتبقى معطلانا عن حاجات كتير قوي عايزين نعملها. رابع حاجه هنا ممكن تعمليها، وهي انك ترتبي اوضتك، دولابك، اي حاجه مثلا بقالها كتير قوي ما ترتبتش ومفشكله كده، دي بتفشكل نفسيتك معاها. فبجد حاولي توضبيها على قد ما تقدري. ورشي حاجه كده للجو، تكون حته حلوه، شغلي كاندل، اعملي اي حاجه، بجد الموضوع ده بيفرق في النفسيه جدا. خامس حاجه، ودي حاجه بجد مهمه، شبه حاجه اتكلمت فيها من شويه بس مختلفه شويه، وان هي انك تفصلي عن اي حد طاقته مش حلوه، اي حد كلامه وحش قوي طول الوقت، اي حد اللي هو طاقه سلبيه طول الوقت وشكاوي ومشاكل علاقاته وحاجات كده كتير طول الوقت، بجد بيبث الطاقه دي. مش مهم بجد يكونوا موجودين من دلوقتي، فمش مشكله انك تتكلمي معاهم اصلا، بس سيبيهم يشتكوا لحد تاني. يعني بجد الموضوع ده بيستنزف من الطاقه كتير قوي قوي، فما تخليش حد يعمل معاكي الموضوع ده. رابع بقى ديبارتمنت، وهو المتعه والتجارب والحاجات الفاني اللذيذه، لان حاجه مهمه قوي تكون موجوده في الثلاث شهور الجايين، لان دي الحاجه اصلا اللي هتحسسك بالتجديد وهتحسسك ان مفيش روتين. لان انت لما بتحسي ان اللي هو كل حاجه كل يوم بعملها هي من غير ما بغير اي حاجه خالص، فانتي بتزهقي. فاول حاجه منهم، حاولي انك تجربي اكله جديده كل اسبوع، مثلا مره او مرتين في الاسبوع. الاسبوع ده مثلا انا هجرب حاجه من الانديان كوزين، مثلا ان انا اختار اكله هنديه اعملها، او اختار اكله كوريه، صينيه، اي حاجه بقى مش هتفرق، تركي مثلا. جربيها وتكون كده سهله ولذيذه وسريعه، وبجد دي هتفرق جدا مهما كانت بقى طلعت حلوه مش طلعت ما طلعتش حلوه، مش مشكله، اهم حاجه التجربه. تاني حاجه، جربي اعملي فوتوشوت لنفسك. مثلا لو انتي خارجه في مكان كويس، خلي حد من صحابك يصورك كده صور احترافيه شويه، اتعلمي شويه صور كده وحركات تعمليها. بجد الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي. وحتى لو مش هتنزلي، ممكن في البيت عندكم عادي جدا تعملي عادي الموضوع ده. بحس بجد ان يعني الموضوع ده بيفتح كده حاجه جديده في الدماغ، يعني تجربه جديده ولذيذه، فممكن تعملي كده.
اعملي البوم صور لاجمل لحظات عدت عليكي في السنه. اكيد طبعا كلنا دلوقتي ماسكين الموبايلات وبنصور في كل حته، وسناب شات بيخلينا نصور دلوقتي طول الوقت ونبعت بقى ستريكس بقى وكده. بجد جمعي احسن اللحظات اللي عدت عليكي في السنه واطبعيها عند استوديو وحطيها عندك، علقيها في الاوضه او اعمليها حتى في البوم. دي حاجه انا ناويه اعملها بجد، يعني السنه دي ان شاء الله مش هتخلص غير لما اكون جمعت الصور وعملتها. رابع حاجه وهي شاركي في حاجه تطوعيه. يعني زي ما قلت لك ايا كان المدينه اللي انت قاعده فيها بيبقى فيها حاجات تطوعيه كتير، سواء مثلا حاجات خيريه، جمعيات خيريه او كده، او انشطه طلابيه. لو انت في الكليه بيبقى فيها حاجات كتير قوي بس انت مثلا ما بتكونش بس عارفاها، فابحثي عن الحاجه المدينه اللي انت قاعده فيها، ابحثي عن ايه الحاجات التطوعيه اللي هي ممكن تبقى فيها واعملي كده. خامس حاجه وهي جربي فايبس جديده ولذيذه في البيت. يعني مثلا البسي حاجه جديده قوي في البيت كده ويكون شكلها حلو. اعملي كده حفله بينك انت واصحابك او بينك انت وعيلتك، اتجمعوا مثلا بالليل واتفرجوا على فيلم وهاتوا حلويات وكده. بجد الموضوع ده بيفرق قوي قوي ويعني لو ما جربتوهاش قبل كده فهتكونوا جربتوا حاجه جديده عقبال ما ال3 شهور دول يخلصوا وتبداوا تحطوا اهداف السنه الجديده. بس انا كده خلصت، وبجد بتمنى قوي قوي الفيديو ده يكون عجبكم ولقيتوه ان هو مفيد بالنسبه لكم. وبجد استغلوا ال3 شهور الجايين كويس قوي، عشان ال3 شهور الجايين اجواءهم حلوه والدنيا كده بتحسوها مغيمه والفايبس بتاعتها بتبقى لذيذه قوي. فبجد استغلوها عشان تدخلوا 26 وانتوا فعلا بنفسيه كويسه قوي ان انتوا تبداوا تحققوا الاهداف الكبيره. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتقولوا لي اعمل لكم فيديوهات ايه تاني تكونوا عايزينها، ايه المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها. وبس، باي باي.